حاولت كتير تبطل تدخين وما قدرتش. في ناس قدرت وعرفت تبطل بعد معاناة، وده علشان عندهم إرادة وعزيمة قوية. وفي ناس بطلت ورجعت تاني أصعب من الأول. وزي ما قلتلك قبل كده، الفكرة هنا مش إنك تبطل، الفكرة إنك تستبدل. التدخين يا عزيزي بقى منتشر في مجتمعنا بشراسة. في حوالي 18 مليون مدخن في مصر من جميع الفئات، رجالة وأطفال وكمان ستات وبنات. ومع بداية التسعينات ابتدت البنات والستات تشرب سجاير كنوع من أنواع الروشنة والجمدان، لحد ما الموضوع بقى منتشر وعادي. أما عند الأطفال فالموضوع ابتدى من سن المراهقة ويمكن أقل، لأنهم بيجربوا، بيتسلوا، عايزين يحسوا أنهم كبروا وبقوا رجالة، أو ممكن يكونوا شايفين قدوتهم ومثلهم الأعلى بيعمل كده، فاعتبروا الموضوع طبيعي لحد ما بقى عادة. فالتدخين في الأول بيكون اختيار، وبعد كده بيصبح عادة. فخلي بالك، التدخين هو نوع من أنواع الإدمان الخفي. فأنت بتدمن مادة النيكوتين الموجودة في السيجارة، اللي بتظبط لك هرمون الدوبامين اللي بيحسسك بالسعادة وبيقلل التوتر. المدخن بيكون عارف تأثير السجاير أو الدخان عامة على صحته وعلى فلوسه وعلى علاقاته الاجتماعية والمهنية. بالرغم من كده بيكمل، وده علشان هو أصبح عبد للسيجارة أو الدخان. انت متخيل كده معايا؟ ربنا سبحانه وتعالى خلقك حر طليق، وانت قررت انك تكون عبد ذليل. حل مشكلة التدخين من النوع السهل الممتنع. تعال أقولك ازاي تقدر تتخلى عن عادة التدخين. اسمعني كويس وبهدوء. التدخين أساسه الضغط النفسي أو الاسترس، اللي دايما بيخليك متعصب ودايما بتحس بالتوتر والقلق. النيكوتين الموجود في الدخان هو أفضل علاج للضغط العصبي والاكتئاب، لكن النيكوتين مفعول مؤقت. يعني انت ممكن تشرب سيجارة علشان تعدي موقف معين، وبعدها هتكمل يومك عادي وترجع تشرب من تاني سيجارة ورا سيجارة. فكل ما المدخن يحط نفسه في ضغط عصبي، كل ما يزود شربه للدخان. وده علشان مستوى النيكوتين لما يقل في الجسم، انت بتحاول ترفعه بالدخان، سواء بالسيجارة أو بحجر الشيشة اللي بيعادل 80 سيجارة. حل المشكلة دي في جزئين. الجزء الأول، انت لازم تتحكم في شعور الغضب اللي جواك، اللي هو أساسه الضغط العصبي. على فكرة، الغضب شعور طبيعي لأي بني آدم. مش غلط انك تغضب، الغلط انك تعبر عن اللي جواك بطريقة همجية. أكيد انت بتتعامل مع ناس وبتتعرض لمواقف. في لحظة كده احسبها مع نفسك، هل الأشخاص دول مهمين في حياتك؟ هل الموقف يستاهل كل الغضب اللي جواك؟ هل الدنيا تستاهل كل الاسترس اللي جواك؟ لو كانت إجابتك لأ، يبقى كفاية انك تتعامل مع الأشخاص اللي مش مهمين في حياتك بابتسامة خفيفة، وحط بينك وبينهم حدود من غير ما تضايق نفسك. ولو كان الموقف اللي تعرضت ليه ألمك ووجعك، دوس عليه وخليه هدف لنجاح ليك. خليك ذكي. أما بقى لو كان الشخص يستاهل انك تزعل منه وتغضب وتثور، اوعى تغلط علشان ما تخسرهوش. خليك ذكي وتصرف بحكمة. خد نفسك واقعد لوحدك واسكت لمدة 10 ثواني بس، وخد نفس عميق وعد جوه دماغك من 1 ل10، وخرج نفسك بعد كده بهدوء. اوعى تتعصب او تكسر اي حاجة حواليك او تصور، انت كده هتقلل من قيمتك كإنسان. روح للشخص واتكلم معاه بهدوء وعاتبه. العتاب دليل على المحبة. أما عن المواقف فخليك عادل في حل أي مشكلة، ويا سيدي اعمل اللي عليك، وبلاش تسمع لناس عايزة تكسر وتهد فيك. اللي بيحبك بجد هيخلي باله من كلامه وأفعاله، دي مسألة محسومة.
فانت هتواجه الغضب والبركان اللي جواك بانك تاخد نفس عميق وتخرجه بكل هدوء. يعني خليك بارد، ايوه بارد، اتعامل بأهمية الأشخاص والمواقف. نيجي بقى للجزء التاني وهو المهم والأخطر، وهو التحكم في نسبة النيكوتين جوه جسمك. مشكلة التدخين مش في النيكوتين وبس، وده علشان هو سهل تتحكم فيه، وزي ما قلتلك إن المشكلة دي هي السهل الممتنع. الخطورة في التدخين هو الدخان نفسه. الدخان بيدخل على الرئة، فبدل ما كرات الدم الحمراء تشيل الأكسجين بتشيل أول أكسيد الكربون. هنا نسبة الأكسجين هتقل في جسمك، وده ملهوش أعراض جانبية قوي، فأنت هنا هتحس إنك تمام وزي الفل. لكن مع زيادة نسبة أول أكسيد الكربون مع الوقت هتبتدي المشاكل اللي كده كده هتحصل: بالتهاب رئوي، سرطان رئة، سرطان بأنواعه، مشاكل في الإنجاب، وأحيانا هتصاب بشلل نصفي. فكل المطلوب منك إنك يكون عندك إرادة قوية. لازم تفصل بين التدخين وبين المشاكل اللي هتحصل بعد كده. انت في صراع بين جسمك وعقلك، فانت هنا لازم تلعب بدماغك. ايوه يا سيدي، برمج دماغك. اعزل نفسك عن الاماكن اللي بتشدك لشرب الدخان. معلش الموضوع صعب في اوله، وابعد عن الاشخاص المدخنين لفترة بس. متقلقش، لو كانوا قريبين منك مش هيزعلوا، هيقدروا ده وهيساعدوك كمان، ده لو كانوا بيحبوك بجد. هتقولي ايه الهبل ده؟ ما انا ممكن بعد ما اعزل نفسي عن الناس وعن الاماكن هقعد مع نفسي وارجع واشرب. هقولك طبيعي، بس في الوقت ده انت هتلعب لعبة غسيل المخ. فانت تكرر الكلام على نفسك وتقول لنفسك: انا لما ازعل مش هشرب، انا لما احس بالفراغ مش هشرب، انا لما افكر في موضوع مش هشرب. في اللحظة دي عقلك الباطن هيصدق الفكرة. ممكن في الوقت ده تستخدم لزقة النيكوتين اللي هيصرفها لك الدكتور بنسبة معينة لجسمك. انت ممكن كمان تظبط نسبة النيكوتين جوه جسمك بحاجات طبيعية. هتشرب مية كتير، هتشرب شاي أخضر وجنزبيل أو ليمون، هتاكل سلطة خضرة. الخضار مهم جدا. ممكن كمان تقزز لب، تندغ لبان. أهم حاجة تخلي بقك شغال. على فكرة في الوقت ده ممكن تحس إن وزنك بيزيد أو يقل، وممكن كمان تحس بصداع، بزغللة، وتحس إنك مخنوق ومقريف. ده طبيعي، انت قدها. اشغل نفسك مع ناس قريبين منك، ناس بيحبوك بجد، ناس تحس معاهم بالراحة النفسية. أيوة، الراحة النفسية. الخطوة دي مهمة جدا. وكمان الرياضة مهمة جدا جدا في الوقت ده، وده علشان هي هتخرج الطاقة اللي جواك. فبرمج عقلك بلعبة التأخير. ولازم تعرف إن النيكوتين مفعوله سريع لكن وقته قليل، وصدقني هو سم قاتل. مش بيهدي الأعصاب، لكن بيدمر أعصابك وبيخلي تركيزك قليل. فخد القرار واقنع نفسك إنك هتبطل، واوعى تخاف من الفشل، واوعى تكتئب علشان هتبطل. واعرف إن آلام انسحاب النيكوتين هي عدم شعورك بالأمان. فإما تبطل واحدة واحدة، والطريقة دي هتكون صعبة شوية وهتحتاج مجهود، يا إما تدي عقلك الصدمة في إنك تبطل مرة واحدة. فبلاش تكون عبد للسجارة علشان بعدين هتكون ذليل للأمراض. فحافظ على صحتك علشان مفيش حد هينفعك.